السلام عليكم، معكم لميا كويزين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله يلقاكم كاع بخير وهانيين وبصحة وعافية يا رب. الفيديو تنهار اليوم طليت عليكم بواحد الوصفة قراف بنينة اللي هي هليلة الكاوكاو ولا تشارك بدون حشو، ولا حلوى جافة، سموها كيما بغيتو. ليسونسيال البنة حاضرة وبقوة، وانا نقارنتي لك باللي الكاطو هذا اللي ياكله عندك غادي دوموندي عليك الوصفة. ما عليك غير ديري حفظ لا فيديو باسكو غادي تحتاجيها كشي نهار لاعيادك، المناسباتك، الحفلاتك كما يقولوا ناس بكري، تصلح في كل محضر تحضر. شابه وبنينه وبريزونطابل وتحمر الوجه بيان سور. نقول لك بمقادير بسيطه، غادي ديري 36 حبه بزوج حبات بيض، 200 غرام زبده. نروح نشوفوا طريقه التحضير كيف نسمو بسم الله ونصلوا ونسلموا على رسول الله. وقبل ما ندخلوا في المقادير والوصفه نقول لكم اذا كنتي مشتركه حبيبتي ديري جيم وكومونتير، واذا ما كنتيش مشتركه معنا ماذا بيك تشتركي وتفعلي زر الجرس وتنضمي لعائله لميا كويزين. ومرحبا بك حبيبتي في قناتي، ان شاء الله تستفادي معنا بالوصفات. هنا في ريسيبيون عندنا 200 غرام مارغرين، 200 غرام مارغرين طريه، كاس غير ربع كاوكاو يكون محمص ومرحي في المتوسط في المعين، كاس غير ربع سكر غلاس، حبيبه بيض كما كنت قلت لكم، اغون كراميل، نص باكي خميره كيميائيه، والفرينه بيان سور باش نجمعوا الخليط تاعنا. هنا نحطوا كل شيء على فوا، المارغرين، السكر، الحبيبه تاع البيض، ونزيدوا عليهم بلا ما ننساو الرشه تاع الملح اللي نقول لكم دائما ما تنساوهاش، ومغرفه صغيره تاع لافاني. هنا ثاني عندنا مغرفه صغيره اغون كراميل. لاغون كراميل علاه نديروه ما نستغناش عليه باسكو يمد لنا الكو شباب او ميم طون يعطينا كولور لاباط تاعنا. كيما الوصفه تاع اليوم نحتاجو فيها زوج مغارف كبار تاع كاكاو. الا عندك الكاكاو ديري زوج مغارف كبار. شولا انا نعطيك نصيحه، الا ما كانش الكاكاو تاعك بنين وما فيهش ريحه شابه غير ما كان له ديريه كيما انا استغنيت عليه. نخلطوا كل شيء بالباتور تخليطه خفيفه، هذا مكان باش تتجانس المكونات. ومن بعد نروحو نحطوا الكاوكاو تاعنا. هنا سي بون تنجمي تستغناي على الباتور تاعك بعد ما تكوني خلطتي المارغرين والسكر. حطي الكاوكاو تاعك وخلطيه غير بيديك. نبقاو نحطو في لافارين حتى تتلم لنا لاباط. شوفوا لاباط ما تكونش قاصحه يابسه وما تكونش طريه، نديروها شويه متوسطه كيما الصابلي بريسك كما راكم تشوفوا، بس كنت كتروا لها فرينه غادي تولي تشقق لكم بعد ما غاديش تنجموا تشكلوا الهليلات تاعكم. ما تنساوش النص باكيت على ليفور. انا خليت لاباط تاعي تريا واحد زوج دقائق هكاك، بعدا نروح نوزن نشكل كويرات ونوزنهم 25 غرام. بون وزنتهم 30 غرام الحبه، جاتني الحبه كبيره، انا ما نبغيش الهليلات تاعي يكونوا كبار يجوا باشعين شويه في الشكل، جو بريفير متوسطين خير. درتهم 25 غرام. هنا نروحو نفاصونو الهليلات تاعنا. تكوني جبتي البلا تاعك، سي با لا بين كاع ديري بابي كويسون باسكو الحلوه تاعنا تاع نهار اليوم ما تلصقش في البلا، جيست رشه خفيفه تاع لافارين تكفي. كيما راه موضح لكم في لا فيديو التشكيل تاع الهليلات سهلين. توجو حلي العجينه تاعك وديريها جونغ بودوار وتوشي، ركزي على الاطراف ما توشيهاش من النص، ركزي دائما على الاطراف، رقيقيها ومن بعد دوري. ولا كانت التدويره تاعك ما جاتكش نيشان، حطي بوشون تاع قرعه سعيده ولا قرعه تاع ليموناد وديري في النص ورولي الهليلات تاعك هكا باه يجوك كاع على حبه. هي ما تخافوش غادي يجوكم كاع كيف باسكو رانا وازنينهم. ولا كانت عينك ميزانك ديري عينك ميزانك، انا عيني ماشي ميزاني في الهليلات، توجور اللي نوزنهم باه يجوني كاع كيف. هنا كنت عمرت البلا تاعي سي بون، وطريقه الطهي تحطوه 160 درجه، ما تقولوش النار البنات باسكو غادي يبقى لكم خضر من الداخل. ديروا 160 درجه، ولا كان الفور تاعك قوي ولا كويزينيير ديري غير 150 درجه بزاف. انا الفور تاعي ماشي قوي بزاف، شعلت لتحت والفوق درته 160. وانتم كل وحده تعرف الفور تاعها كي طيب. البلاطو الاول درته على شكل هليلات، والبلاطو الزاوج درته جون سيجار. بغيت نشكل شويه في لي موديل وفي ليغو. النوع الاول درته او شوكولا، والزاوج بغيت نديره بالكاوكاو. هنا شوفوا كي طاب علامه، ودرت لا كولور تاعه دوغي، ما بغيتش نحمره بزاف، وخليته على نار قليله كما كنت قلت لكم باش يطيب من الداخل وما يبقاش عجين. كما راكم تشوفوا لا فورم تاعه ما تبدلت،
ما تحلوا له الحبات ما والو. نسيت نقول لكم بلي كي فورميت الكاطو تاعي خليته ميم با 10 مينوت هكا يريح باش الحبه تاع الكاطو تنشف شويه وما يديرش في الفور، ما ينحلش وما تخسرش الشكل تاع الحبه. نروحوا للكلاصاج. عندي 200 غرام 200 غرام شوكولا. انا بيان سور كيما كنت نقول لكم ندير الوجدان، درت 200 غرام شوكولا وجدان، 100 غرام شوكولا نوار و100 اولي. هذا البلاطو الزوج اللي كنت درته دي سيغار. نروحو نكلاصو الكاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا درته كاع شوكولا. تبغي ديري نص شوكولا ونص كاوكاو، ليك الاختيار. كيما نقول لكم توجور ديكوراسيون شاكان سون غو. الهليلات تاعي ما بغيتش ندخلهم في الكاوكاو باسكو كنت معوله على هاد لي سيغار، قلت نديرهم بالكاوكاو والاخرين او شوكولا، سما نوع شويه في ليغو، ما نديرش هذاك شوكولا وكاوكاو ونزيد هذا ثاني كاوكاو، قلت نوع. الوغ غطست هذاك وحده في شوكولا كلاصيته، وهذا قلت ثاني نكلاصيه بدري له هكا كونفيتور. انا ما كنتش خففت الكونفيتور تاعي باسكو راه البرد، خليته كيما راه كونفيتور ثقيل باش يرفد لي كميه مليحه تاع الكاوكاو. كيما نعرفوا الكاوكاو كي تحمصوه يعطيكم قو شباب، كل ما حمصتيه بزياده كل ما يعطيك قو شباب بزاف. وما رحيتهش تاني رقيق بزاف البنات باش كي ديكوري بيه يجي شباب. كان تزيين بسيط كيما تعرفوا القهوه العصر. ما بغيتش ندير حاجه بريستيج ولا لي كيسات، ما صورت لكمش بلي كيسات ولا باسكو غير هكا حاجه تاع دار، حاجه خفيفه ظريفه كيما كيما نقولوا الوقت تاع العشيه هكا من الوحده للزوج ولا للثلاثه كي يروحوا الوليدات يقراو، نوضو نديروا لهم حاجه خفيفه. ديفا نكونوا عيانين ما نبغوش نديروا الثقيل، ما نبغوش نديروا حاجه تشد اليد. كيما هاد الحلويات سهله وسريعه ومكونات بسيطه، سما الحاجه اللي عندك في الدار تنجمي تبدلي اوليو باش ديري كاوكاو باغ ما عندكش كاوكاو تنجمي ديري نوات كوكو، تنجمي ما ديريش كاع مكسرات، اسمع ليك الاختيار. سورتو لا كان ليك للدار ولوليداتك، اسمع ماشي لازم كيما يقولوا ناس الجي تشبحي بزاف، حاجه خفيفه ظريفه، حاجه نتقهواو بها وتكون على يدك، مصنوعه على يدك في الدار لوليداتك، وتعرفي شفيها شما فيهاش، وكما قال لك فايته على يدك على نظافه. انا الماكله تاع برا ما توجور نيفيتيها سما الماكسيموم. نشري الكاطو تاع برا قليل 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 كي نكون عيانه ولا مريضه ولا ما عنديش وقت باغ باش ندير حاجه في الدار، نشري هذاك الكاطو تاع برا. سينو توجور ندير صوالح هكا في الدار خفاف كل نهار وبركته، دي فوا غير كسره، دي فوا سفنج، دي فوا كاطو ساك، دي فوا صابلي، دي فوا كروكي، ليسونسيال اللي كتب ربي. التزيين كان خفيف ظريف كيما راكم تشوفوا. درت شوكولا اللي كانت بقيت لي درتها في لابوش جوطابل ودرت بها خطوط كيما راه موضح لكم في لا فيديو. واللي تبغيه باغ تبغي دير له الحشو البنات، ديري كيلا كاوكاو محمص من هذاك اللي درتيه في العجين، وديري له حلوه الترك مغرف ولا زوج حلوه الترك، ولميه بالكونفيتور ولا بالاوبتيلا تاني كيجي شباب. لا ميم بات هذه اللي درتي بها اللي درت لكم بها هذه اليوم تنجموا ترقوا في العجينه تاعكم، ديروا باغ 20 غرام في لابول، وديروا الحشو 5 غرامات حشو صغير اون بتيت بول، وتاني كيجي هايل. باغ كي تكون مناسبه ولا عيد ولا تنجموا ديروه بالحشو. كان هذا هو التزيين تاعنا تاع نهار اليوم، تزيين بسيط وراقي كيما يقول القوري تو سكي سامبل اي بو. مهم هذا تاع الكاوكاو جا رايع قراف بنين، ما نقولكمش باللي عجبهم بزاف ويبغوه بزاف، وما يجيش حلو تاني السكر تتحكمي فيه، بصح هذاك الكاس غير ربع يجي نيشان، ماشي حلو بزاف وماشي ناقص في الحلاوه. هنا نوريكم الحبه كي طابت لاباط تاعها من تحتها، الله يبارك طابت تاع كيما يقولوا لون واحد، سوا من الفوق سوا من تحت. كنت قلت لكم بلي الفور تاعي ماشي قوي بزاف، شعلت له من الفوق ومن تحت. نقسم معكم الحبه تشوفوها من الداخل. نقول لكم العجينه تذوب في اليد قبل الفم. هنا بون شوكولا كانت كما تعرفوا راه البرد تشد روحها شويه، مي لاباط تذوب. ونصيحه واحده اخرى، الا بغيتوا لاباط تاعكم تجيكم شويه مبسه زيدوا لها 2 مغارف زيت. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم زينوناتي، دمتم في رعايه الله وحفظه،
إلى فيديو قادم ووصفة جديدة من وصفاتي إن شاء الله. سلام.